هاي يا جماعة، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. في حلقة النهاردة هقول لكم على اسهل وافضل طريقة تقدروا تذاكروا بيها مادة الساينس. لو اتبعتوا الطريقة دي عمركم ما هتنقصوا فيه. بس قبل ما نبدأ فيديو النهاردة ما تنسوش اللايك والشير، ودلوقتي يلا نبدأ. اول حاجة بعملها ان انا بفتح طبعا على الدرس اللي المفروض انا هذاكره. ببتدي كده اقرأ عنوان الدرس واحاول اخد فكرة خفيفة عنه. وبمسك القلم واخطط على اي حاجة يعني انا فهماها من البداية كده. يعني انا بقرأ الدرس قراءة مبدئية كده عشان اخد فكرة هو بيتكلم عن ايه وموضوع الدرس عن ايه. وانا من الناس اللي ما بتاخدش دروس في الساينس، الحمد لله بذاكره كله من على اليوتيوب. فانتوا هتفتحوا زي كده اليوتيوب وتكتبوا ساينس للمرحله بتاعكم تالتة، ان انا في تالتة اعدادي فبكتب ساينس تالتة اعدادي. هيطلع لكم زي ما انتوا شايفين كذا كذا قناه بتنزل دروس الساينس بتاعه تالتة اعدادي. كلها قنوات كبيرة يعني، وكلهم شرحهم كويس، بس انا بالنسبة لي بحب قوي اسمع مع دكتورة داليا نجيب. بجد شرحها حلو جدا، والدروس عندها مترتبة وبتعمل بلاي ليست وبتعمل انترودكشن وبتعمل البراكتيكال بتاع اخر السنة. فعشان كده بحب الشرح بتاعها، بتقسم الدرس نفسه على كذا جزء بحيث انكم ما تتلخبطوش يعني. فانا صراحة بحبذ لكم جدا انكم تذاكروا معاها. لو انتوا يعني ايه تايهين ومش عارفين يعني ايه تسمعوا الساينس مع مين، لو بتاخدوا درس خلاص يبقى هتشيلوا الخطوة دي. بعد كده ببتدي افتح الليسون اللي عليا، الفيديو بتاع الدرس اللي انا المفروض اسمعه، واسمع الشرح بتاع المس كويس جدا، اركز هي بتقول ايه. لو في جزئيه انا ما فهمتهاش وهي بتشرح ببتدي اكتبها في ورقه عشان الاقي لها، عشان بعد كده احاول افهمها لنفسي او استعين باي مدرس عندي من المدرسه وكده. وساعات هي بتبقى في جزئيات في الاول احنا مش فاهمينها، بعد كده بتبتدي توضح لوحدها. وانا بسمع الفيديو ببقى فاتحه الكتاب قدامي وببتدي اشوف المعلومات اللي هي بتقولها والكلام اللي هي بتقوله في الكتاب. يعني بسمع من الشرح بتاعها وبقرا الكلام اللي هي بتقوله وبشرحه لنفسي بصوره بسيطه كده في مخي من الكتاب بتاعي، لازم يكون مفتوح قدامي وانا بسمع الشرح. بعد ما بخلص السماع بتاع الشرح بتاع الدرس من اليوتيوب ببتدي اللي انا اذاكره لنفسي. بمسك الدرس واخطط على كل كلمة وابتدي اشرح انا لنفسي، ابسط المعلومات لنفسي، احفظ الجيف ريزونز المهمة اركز عليها. مش الساينس مش حفظ، يعني الساينس انت المفروض تفهمي ولو في كلمات جديدة بتحفظيها، لكن انك انت تقعدي تحفظي الاسئلة كده هتتعبي ومش هتفهمي حاجة. بالنسبة للأسئلة بتاعت الجيف ريزون قلنا بركز على الأسئلة المهمة بتاعت الجيف ريزون، بقعد أمسك ورقة وقلم وابتدي أكتبهم كتابة. في يعني كذا طرق، في كذا طريقة للمذاكرة، الناس اللي هي بتحب تحفظ وفي ناس بتحب تحفظ وتفهم الاتنين مع بعض. ودي الطريقة يا جماعة الأريح بجد، انكم في حاجات جزئيات عايزة تتحفظ، في جزئيات عايزة الفهم، وأغلب الساينس بيبقى محتاج فهم مش حفظ. لكن اسئله الجيف ريزون المهمه لازم بتبقى الميس بتقول عليها، مثلا لو بتاخدوا دروس الميس بتقول لكم عليها ان السؤال ده مهم. وبرده في عندنا عند ميس داليا نجيب في اليوتيوب برده بتقول لنا السؤال ده مهم فركزوا عليه، فبقعد اكتبه بايدي بالورقه والقلم، اقعد اكتبه عشان يثبت في مخي. بالشكل ده بقى على بقيه الاسئله اللي في الدرس كلها، اسئله الجيف ريزون بحب اللي انا اكتبها، وكمان الديفينيشنز برضو بحب اللي انا اكتبها. بالنسبه للاكتيفيتيز اللي تحت دي مش بركز فيها صراحه، لان هي مش مهمه وبتاخد وقت على الفاضي، يعني مش بركز فيها. الجرافس برضو والكومبيرنج برضو مهمين جدا انكم تركزوا فيهم. بالنسبة لطريقتي في المذاكرة بتاعة الجرافس أو اللي هي الرسومات اللي بتكون موجودة عندنا في المنهج، يا جماعة الموضوع سهل. انتوا اعرفوا الجراف ده بيتكلم عن حاجتين، بيبقى comparing ما بين حاجتين، ايه هما دول اعرفوهم واعرفوا الريليشن اللي ما بينهم، وبالتالي خلاص هتبقى الرسمة خلاص ثابتة في دماغكم ان دي مثلا لو direct relationship هيبقى الستريت لاين في الاوريجين بوينت وهكذا. يعني ما تحاولوش تحفظوا الرسمة، حاولوا تفهموها اسهل. وفي نفس الوقت برضو انا بدرب ايدي على الجرافس باللي انا برسمهم كذا مرة في الورقة. يعني مش لازم يكون الرسم بالمسطرة والقلم والكلام ده، لا يعني ارسموه عادي بايديكم كده مش مشكلة، بس المهم انكم تدربوا على شكله كتير عشان تفضلوا فاكرينه وما تنسوهوش.
في حاجة برضو مهمة لازم تركزوا فيها، وهي النوتس او الملاحظات اللي بتبقى موجودة، لازم تركزوا فيها. انا اي حاجة مهمة بكتب عليها VIP، عشان في المراجعة بعد كده قرأت الدرس تاني او راجعته ابقى اعرف ان الحاجات دي مهمة ولازم اتك عليها. البروبلمز مهمة جدا جدا جدا، دي بتبقى عليها اعلى الدرجات في الامتحان ولازم نركز فيها كويس يا جماعة. البروبلمز اللي هي بتبقى بعد كل جزئية بنتدرب عليها في المذاكرة، يعني ما نستناش اول بعد ما نخلص الدرس كله نبتدي بقى نحل البروبلمز اللي في الاخر، لا، بعد كل جزئية بيبقى فيه كام مسألة كده بنبتدي نتدرب عليهم ونحلهم، نخبي على الإجابة بتاعتهم ونحلهم احنا، وبعد كده نشوف هل إجابتنا دي صح ولا غلط عشان نبتدي ندرب نفسنا. برضو بيبقى فيه هنا question بسيط كده بعد شرح كل جزئية بتقدروا تحلوه عشان نقيس يعني يثبت فهمكم للجزئية دي. برضو عندنا من الحاجات المهمة جدا جدا اللي المفروض ناخد بالنا منها واحنا بنذاكر الساينس هي القوانين. لازم يا جماعة تاخدوا بالكم منها، لان هي لو مش عارفين القوانين مش هتعرفوا تحلوا المسائل فهتنقصوا درجات كتيرة، يعني حاجات سهلة. عشان كده لازم تحفظوا القوانين. لو في حاجات صعبة يعني عليكم حاولوا تلاقوا لها كده تبسيط، وعشان تحفظوا القوانين لازم انتوا تكتبوها كتير تحلوا بيها، يعني مش مجرد انكم تكتبوا القانون، لا تحلوا بيه، كده هيثبت في مخكم. برضو الشرح اللي بيبقى تحت القوانين ده برضو مهم لازم تركزوا عليه. الواتس meant باي برضو مهم جدا لازم تركزوا عليه. يعني يعتبر الساينس كله لازم تركزوا عليه، بس ما تركزوش في الحاجات اللي هي بتبقى activities دي، يعني مش بنصح انكم تقعدوا تذاكروها بتضيع وقت على الفاضي ومش بتيجي. وطبعا لازم تحفظوا ال definitions. على فكرة لو لاحظتوا اللي بتبقى المصطلحات بتاعة الدرس الواحد بتبقى اصلا بتبقى related ببعض، يعني بيبقى نفس الكلام، بنغير هنا كلمة بنحط هنا كلمة زيادة وبنبقى يعني لو حفظتوا واحد بتقدروا تحفظوا الباقيين، يعني انا لاحظتها في منهج السنة دي. وهنا برضو المسائل اللي بتيجي بعد كل جزئية نبهت عليها ان انتوا لازم تحلوها. موضوع مذاكرة الساينس ده كله على فكرة في الواقع لو ركزتوا مش بياخد اكتر، يعني مش هبقى اوفر، يعني هو بياخد ساعتين بالحل، بتحلوا الدرس كله تذاكروه تحفظوه تفهموه وتحلوا تدريباته كلها ساعتين لو بتركيز. بيبقى فيه هنا سامري للدرس كله، ملخص يعني للدرس كله في الاخر بتقدروا تراجعوا منه لو فيه حاجة، بيلخص لكم اهم البوينتس الموجودة في الدرس ده عشان يعني ما ترجعوش للشرح الكبير ده كله. بالنسبة بقى في مجموعة من المشكلات اللي بتواجهنا واحنا بنذاكر الساينس، مثلا بيبقى في كلمة احنا مش فاهمين معناها مش عارفين ننطقها، ففي حاجة حلوة قوي في كتاب المعاصر اللي انا عملت لكم ريفيو عنه قبل كده، ان هو بيبقى فيه جلوسري ورا او قاموس انتوا بتقدروا تعرفوا بيحط لكم الكلمات والمعاني بتاعتها. ولو الكلمة اللي انتوا عايزينها ما لقيتوهاش في القاموس تقدروا تروحوا لجوجل ترانزليت او لاي تطبيق ترجمة او قاموس عندكم على الموبايل. طبعا من الحاجات المهمة اللي المفروض تاخدوا بالكم منها انكم تاخدوا بريك في خلال فترة الدراسة، تاكلوا فيه حاجة تشربوا فيه حاجة. انا هنا باكل ساندويتش بسيط، والبريك ده بيكون ما بين فترة حل تدريبات وفترة المذاكرة، يعني بعد ما تذاكروا تاخدوا البريك وبعد كده تحلوا التدريبات. بالنسبة بقى لحل التدريبات هو ده اللي عليه الشغل كله، لو ما حلتيش تدريبات انتي ما ذاكرتيش. انا اول حاجة هنا بعملها ببتدي اشوف السؤال واحله بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. كل ما بتحلوا اكتر كل ما المعلومات بتثبت في مخكم اكتر، وبتعرفوا شكل السؤال بيبقى جاي ازاي في الامتحان. يبقى اهم حاجة في الساينس انكم تحلوا تدريبات كتير. وبعد ما بحل التدريبات يعني انا بحل كل مثلا الاختياري كده ببتدي اطلع الجايد انسر واصحح لنفسي، اشوف هنا مثلا الكويستشن نمبر 1 كان ايه، كان سي، فانا اهو ببتدي بقى اصحح على جنب السؤال ان هو صح، ولو غلط بصحح ان هو غلط واعرف انا غلطت في ايه عشان اتفادى الغلط ده بعد كده. وبالطريقة دي في كل الاسئلة. طبعا انتوا لو بتاخدوا درس طبعا مش هتصححوا لنفسكم هتحلوا بس، ولو عايزين تتأكدوا من اجاباتكم تقدروا تبصوا في الجايد انسر عادي مش مشكلة. بالنسبة بقى لأسئلة الجيف ريزون، اسئلة مهمة جدا ولازم قلنا لازم تحلوها في ورقة خارجية لان مبقاش فيه هنا سبيس انكم تحلوا فيه، ولازم تكتبوا فيها حاجات كتير، فعشان كده حلوها في ورقة خارجية. وبعد ما تخلصوا حل كل الأسئلة قطعوا الورقة دي من الكراسة وحطوها دبسوها وحطوها في الصفحة بتاعة الجيف ريزون عشان يبقى كل سؤال جنبه إجابته.
وبس كده، ده كان فيديو النهاردة، اتمنى تكونوا استفدتوا منه. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والشير، ولو دي اول مرة تشوفوني ما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناة وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكم كل فيديو بنزله، واكتبوا لي في الكومنتس اي فيديوهات حابين اعملها لكم، وانا ان شاء الله هعملها لكم. باي.